يا مرحبا بالجميع. بعد نزولنا من معبد تشيميلخانج قررنا نعبر هالجسر هذا ونروح نركب القارب ونستمتع برياضة الرافتنج. الجسر هذا يعتبر أطول جسر معلق في بوتان ويسمى جسر بوناخا. طوله 180 متر. على هالجسر هذا وانت ماشي تقدر تستمتع بإطلالة خلابة على هالنهر. النهر اسمه بوتشو، وهو يعتبر طبعا هو واحد من النهرين، في عندهم النهر الأنثى ونهر الذكر، وهذا النهر الذكر اللي هو ثاني أكبر نهر في المنطقة. الحق يقال إنه مكان مثالي لالتقاط الصور مع خلفية مذهلة، وجزء منها استمتاع بالأجواء الباردة والمنعشة اللي يوفرها الجسر المعلق. بالنسبة للجسر القديم هذا يعود تاريخ بنائه إلى عام 1637 لما كانت بوناخا في أوج مجدها وكانت عاصمة البوتان. ويعتقد أن الجسر بني على يد المهندس المعماري المشهور والعظيم في تاريخ بوتان، وهو باني الجسور الحديدية، واسمه تانغ تونغ غاليبو. وخضع هالجسر هذا عدة عمليات ترميم على مر السنين، وكان الهدف من بنائه في الأصل هو ربط بين زونغ بوناخا والقرى المجاورة مثل شينغانا اللي تقع على الضفة الأخرى من نهر فوتشو. وانت تمشي زين الجسر هذا أعلام الصلوات البوذية الملونة الزاهية، ويعتمد الجسر على كابلات مثبتة في كتل إسمنتية ضخمة جدا لربط ضفتي النهر، وهذا اللي يخليه يتأرجح عند هبوب الهواء والرياح القوية. وهذه الكتل الإسمنتية. على العموم الآن في طريقنا للهايكينج. Okay. Oh my God! Oh, really good. That's good. Good, sir. Very cool. Okay. بعد ما مضينا يومين في بوناخا واستمتعنا بالأجواء والمناظر، قررنا نروح إلى العاصمة تيمبو. تبعد يمكن ساعتين، والمشوار ما هو بعيد بالمسافة، ولكن بحكم أنه بين جبال فيبغى لها يمكن ساعتين. تيمبو تقع على ارتفاع 2320 متر فوق سطح البحر، وهذا اللي يخليها واحدة من أعلى العواصم بالعالم. والممتع أنه ما يوجد فيها مطار ولا حتى مطارات خاصة، وأقرب مطار في مدينة بارو اللي نزلنا فيها أول يوم على بعد 52 كيلو. ومتعة الطريق أنك توقف في المحلات وتشوف منتجاتهم اللي هي معظمها تفاح في هالمناطق هذه. الوقوف متعة والفرجة على العالم. أخيرا وصلنا إلى العاصمة تيمبو، بنجلس فيها ليلة، وخلال هاليوم هذا وبداية بكرة بنتفرج على الأشياء الممتعة فيها والأشياء المشهورة. نمط الحياة في تيمبو
يختلف عن المدن الثانية بالعالم. لا يوجد فيها أي مطعم سريع مثل ماكدونالدز أو ستاربكس أو أي سلسلة مطاعم عالمية، وهذا السبب أنهم يبون يحافظون على هويتهم الثقافية ودعم الأعمال المحلية. مثل ما قلنا سعادة وطنية شاملة اللي هي تتبنى بوتان فلسفة التنمية التي ترتكز على السعادة والرفاهية بدل النمو الاقتصادي، وتجسد تيمبو هذه الفلسفة في سياستها. في بوابة مركز المدينة. المدينة أو البلد كله لا يوجد فيه إشارة مرور. هذا الشخص الوحيد اللي مسؤول عن حركة المرور بالعاصمة، ولكن ما في عندهم أي إشارات مرور، لذلك هذا مزار سياحي ناس تجي تصور معه. هذا مركز المدينة في تيمبو، هذه محلات تبيع صناعات يدوية. فبفرجكم على بعض المعالم والحياة في تيمبو. الشعب ما هو غني، ولا أقدر أقول إنه فقير لأنه ما يبين عليه أي مظاهر الفقر. يعني يبدو من الثقافة حقتهم إنه ما تجد أحد يشحد ولا أحد ينام بالشارع. يعني الحياة مريحة عندهم. متعة المشي هنا، ما في زحمة سيارات ولا إزعاج. تتفرج، الجو جميل، فيه مباني جميلة مثل هالجسر هذا اللي يفصل مركز المدينة إلى الجهة الأخرى، لأن اللي يفصلهم نهر، فهذا الجسر يؤدي إلى الجهة الأخرى. بنمشي شوي وبعدين نروح نكمل زيارتنا للمعالم. أحد المعالم السياحية في تيمبو اللي هو تمثال بوذا في بوتان. يقع في منتزه كونسل بودرانغ طبيعي ويطل على وادي تيمبو. ارتفاعه عالي جدا، يبلغ ارتفاعه حوالي 54 متر، وهذا يخليه أكبر تمثال بوذا جالس في العالم. مصنوع من البرونز، مغطى كليا بالذهب، ويجمع بين الحرفية البوتانية التقليدية والهندسة الحديثة. وفي اعتقادهم أنه يجسد هذا التمثال بوذا ويرمز إلى السلام والرحمة والاستنارة. يقولون أنه تم بناء لتحقيق نبوءة قديمة من المعلم الروحي غورو ريمبوتشي. يحتوي التمثال من داخل على 125 ألف تمثال بوذا صغير، ولكن ممنوع التصوير من داخل، وكلهم مصنوعات من البرونز ومغطاة بالذهب. أنشئ في احتفال بالذكرى 60 للملك الرابع البوتان، وبلغت تكلفة المشروع أكثر من 100 مليون دولار أمريكي بتمويل من متبرعين من سنغافورة. الموقع فيه إطلالة بانورامية على وادي تيمبو، ويعتبر مكان شهير للتأمل والتصوير والمشي. طبعا تقدر تصل بسهولة بالسيارة، ويبعد حوالي 9 كيلومتر عن وسط المدينة، ويفتح يوميا من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء. المكان جميل الحق يقال، والمناظر مرة جميلة. هذا مطعم في بيت عمره 400 سنة، يبيعون أكل بوتاني.
This is 400 years old, like structure. Are they open? Preserve, yeah, yeah. Yeah, deep it. Deep it, deep it. Deep it. See the walls. Yeah. ما فيها طين كأنها بيوت السعودية. Which way do we go? Where? This way or this way? This way, please. To the right? Hello. Upstairs. Upstairs. Really, like, typical Buddhist design. Wow. This is typical rural setting of kitchens look like in like very remote countryside. This is how a living room attached with the kitchen here. Oh, nice seating. And then we drink it. هذا And, شاهي even though مع we زبدة مع put it ملح. here and then we have هذا rice. رز يعطوك إياه How قبل is it? الأكل. Roasted rice. Like popcorn. Yeah, puffed rice. وجهتنا هي محمية حيوان التاكين. الحيوان هذا نادر ومزيج بين الماعز والبقر كشكل، وله رأس كبير وأنف ضخم وجسم قوي البنية. يتميز بفراء بني مائل إلى الذهبي، ولكن صغاره دائما فراءهم يكون أسود اللون عند الولادة. عندهم أسطورة تقول أنها خلق هذا التاكين في القرن الخامس عشر بواسطة الراهب البوذي الشهير دروكبا كونلي اللي له معبد وشفناه قبل يومين، المعروف بلقب المجنون الإلهي. يقولون أنه بعد تناوله وجبة من لحم الماعز والبقر قام بتركيب رأس الماعز على هيكل البقرة، وقال له كم تعويذة كذا من راسه، فظهر التاكين ككائن حي اللي هو هذا شكله، والعياذ بالله. بعد محمية التاكين أخذنا الشيخ إلى سوق الخضار والفواكه علشان نتفرج على أنواع الفواكه. طبعا نسيت أقول لكم أنهم يحبون الفلفل الحار، وجزء من ثقافتهم أكلهم كله فيه فلفل حار، لذلك تجد يباع في كل مكان. أيضا من منتجاتهم المهمة اللي هي التفاح والرز. السوق نظيف، رائحته جميلة، ما في فوضى ولا وسخ، منظم جدا. متسوقين قليلين، يبدو أن جينا في وقت غير وقت تسوق. لو لاحظتوا لبسهم كلهم يلبسون نفس اللبس الوطني، ما يلبسون بناطيل رجالهم، حتى نسائهم يلبسون إلى حد كبير نفس اللبس الوطني، والحقيقة أنهم يعتزون بلبسهم الوطني مثل ما يلبس الأخ هذا. حاولنا ولبسنا مثلهم، بس طلعت أشكالنا تضحك، ما ركب علينا. بعد السوق أخذونا للملعب الوطني اللي هو ملعب كرة القدم. كرة القدم ما هي رياضة مفضلة عندهم، رياضتهم المفضلة اللي هي الرمي بالسهام.
لذلك تجدهم يستمتعون وعندهم مباريات ولعبة مشهورة جدا عندهم، بس كرة القدم ما هي مشهورة. السبب اللي خلاه يجيبنا هنا بس عشان يورينا المنصة الملكية ونطل على الملعب من المنصة الملكية. والمبنى جميل جدا كبناء خارجي وداخلي، ولكنه ما يشيل جمهور كثار، ولكن يستخدم أيضا لاحتفالات أخرى غير كرة القدم. هذه المنصة الملكية اللي يجلس فيها الملك عشان يتفرج على المباريات أو أي احتفالات وطنية. البناء مرة جميل من الخشب، مرسوم عليه رسومات بوتانية جميلة. بعد ما مضينا يوم في العاصمة تيمبو، قررنا نرجع إلى بارو. بارو هي المدينة اللي فيها المطار. باقي لنا يومين على العودة إلى ديارنا، لذلك قررنا نرجع لبارو ونستعد لرحلة الهايكينج اللي بكرة، وهي بتكون يمكن أمتع حاجة بنسويها في بوتان، اللي هي بنتسلق الجبل إلى أن نصل إلى مكان أو معبد يسمى تايجرز نست. فصراحة مرة متحمسين لهالموضوع هذا، بس لازم نرجع نريح الليلة، وبكرة الصباح إن شاء الله بنبدأ الهايك. قبل ما نرجع للفندق قلنا للتور جايد والسواق يودينا إلى سوق علشان نشتري بعض الهدايا في مدينة بارو. هذا مركز مدينة بارو ومحلات التسوق. معظم الأشياء اللي فيها متشابهة الحقيقة، كلها صناعات يدوية وتحف. يعني ما شفت شيء مميز جدا فيها، ولكن يظل ما يضرنا نتفرج فيها. هذا جاي يتسوق معنا، الحصان الجميل مؤدب الحق، ينتظرنا لين نطلع عشان يدخل. لا يفوتكم الجزء القادم لأن فيه أمتع فعالية سويناها في هالرحلة، وهو الصعود إلى معبد عرين النمر على ارتفاع 3140 متر.